اخيرا جه الوقت اللي هكلمك على موقع من كتر ما هو غريب ما ينفعش نقارنه بالمواقع العاديه. حرفيا ده واحد من اغرب الحاجات اللي شفتها الفتره الاخيره. الموقع ده موجود في الديب ويب وبيحصل فيه حاجات غريبه جدا. ايه هي قصه الموقع ده وايه اللي وراه بالظبط؟ انا دلوقتي هقول لك، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس. معاكم عمر ويلا نبدا الحلقه. في الايام الاخيره انتشر كلام عن الديب ويب او الانترنت المظلم، ومحدش كان عنده الدليل القاطع امتى بدا ينتشر في العالم. بس خلينا نقول ان هو بدا ينتشر من سنه 2000 فيما فوق، ومن اللحظه دي بدانا نشوف حاجات ملهاش تفسير او حاجات انت كشخص عادي ما تقدرش تفهمها. والموضوع ما وقفش لحد هنا، ده طلع في عالم تاني في الديب ويب، وكل المعلومات المنتشره عنه هي بس المعلومات اللي منتشره في الانترنت العادي. بس في فتره من الفترات وانا قاعد بدور شفت موقع اسمه الغرفه الحمراء او الريد روم. على حسب البحث عرفت ان الموقع ده اتأسس سنة 2015، وبعد كده بدأ ينتشر شوية بشوية. وسبب شهرة الموقع ده هو انه بيعرض نوع من الجرائم، وبالتحديد جرائم التعذيب. عاوزك تتخيل معايا كده انك دخلت الموقع ده وبتتفرج على جرائم تعذيب اول مرة تشوفها في حياتك، وتعذيب بيحصل بكافة الانواع والطرق، وكل ده بيحصل بدون رقابة او اي حد ممكن يدور وراك او الكلام ده. وفي بعض اللقطات اللي قدرت اوصل لها حرفيا مخيفة وبشعة، لدرجة ان انا مش هقدر احط لك في الفيديو ده. وعشان تفهم قصدي شوف الصورة دي. اول حاجة بيطلبوها منك هي انك تدفع فلوس بعملة البيتكوين المتشفرة، وبعدين تختار نوع التعذيب اللي انت عايزه، وبعدين صاحب الموقع هيشوف طلبك وطلبات الناس ويخطف واحد وينفذ فيه الطلبات دي قدامك، ومهما كان الطلب ده كان صعب هيتنفذ. وعشان كده قلت لك المواقع دي واحدة من اغرب المواقع اللي انت ممكن تشوفها. ومن كتر ما طريقة الدخول على المواقع دي صعبة ومحتاجة تخفي، الناس كلها افتكرتها اسطورة او ان المواقع دي مش حاجة حقيقية او مش موجودة. وفي الايام الاخيرة والسبب مش معروف انتشر على يوتيوب لقطات كتير من الموقع ده، وعلى طول بتتمسح وبتقفل القنوات اللي نزلتها. فحاولت ادور اكتر واجيب لكم لقطات مسربه من الغرف الحمراء، هوريها لك دلوقتي بس عاوزك تكون محافظ على اعصابك. الصوره دي لواحده كانت ساكنه في الفلبين، وما كانش في معلومات كتير عنها، بس اللي اتفق عليه الناس ان هي كانت مخطوفه هي ومجموعه تانية من الناس، وكانوا بيعملوا عليهم تجارب تعذيب. وهتلاحظ ان في ناس متربطين ولابسين اقنعه بتخفي هويتهم، وكان في طلبات تعذيب كتير جدا يوميا، في طلبات وفلوس، بيزنس كبير حرفيا. والكلام ده كان منتشر من زمان بس محدش اكتشفه غير بعد سنة 2010، وناس كتير من اللي ظهروا في المقاطع دي كانوا ماتوا او اختفوا بدون سبب. تحس كده انك بتتفرج على فيلم رعب مش حقيقي. والحاجة الكويسة ان بعد سنة 2006 التسريبات بقت اكتر واكتر، وبقى في ناس بتفضح الموضوع، والطبيعي ان الشرطة تبدأ تدور مين الناس دي او مين اللي ورا المواقع دي وبيشغلها، لان الموضوع ما بقاش مجرد حاجة عادية، لا ده بقى في ناس بتتخطف وتتقتل. وعملية البحث ما كانتش سهلة ابدا، بس يوم بعد يوم بدأت الشرطة تقرب من الشخص اللي ماسك الموقع واللي كان مسؤول عن تنزيل المقاطع دي، وقدرت فعلا توصل لواحد من المجرمين واللي كانوا موجودين هناك، واتمسك فعلا. والمجرم ده اسمه بيتر سكالي، وده يعتبر واحد من اخطر المجرمين الموجودين في العالم. قصة بيتر سكالي بتبدأ سنة 2009. كان شخص عادي وما كانش عنده اي حاجة غريبة، كان متجوز وعنده اسرة وعيال وبيت في استراليا، وكان عايش حياته جدا وما كانش فيه اي حاجة ملفتة. وفي يوم من الايام قرر ان هو يسافر الفلبين، اخد مراته وعياله وكل حاجة ونقل لهناك. بس الغريب بقى ان تصرفاته بدأت تتغير، وكل الناس اللي كانوا حواليه كانوا ملاحظين ده جدا. واللي كان معروف بجرائم الاحتيال، وبرضه كان بيقفل بيته على نفسه باستمرار. واحدة من القصص اللي حكاها جيرانه انه في يوم من الايام استدرج 2 رجالة ودخلهم جوه بيته، بعد كده محدش عارف الناس دي راحت فين، واللي اختفوا نهائيا وما ظهروش بعدها في اي مكان. فكان الموضوع مشكوك فيه جدا، والناس برضه كانت عاوزة تعرف قصته ايه، لانهم كانوا متأكدين ان في جريمة بتحصل جوه بس مش عارفين ايه هي. بس بعد كام سنة بدأت تنتشر اشاعات ان بيتر سكالي بيعذب الناس جوه بيته، وبيستخدم كاميرا عشان يصور التعذيب، وبعدها ينزله على الديب ويب. وبعد ما انتشر الكلام ده بدأ الجيران يركزوا معاه اكتر، ولاحظوا وجود اكتر من حفرة في ظهر البيت بتاعه. وبعد كده نكتشف ان الحفر دي كان بيحفرها عشان يدفن فيها الجثث او اي حد كان بيموت من التعذيب. والسبب الوحيد اللي كان بيخلي الجيران دايما ساكتين ومش عايزين يبلغوا الشرطة عنه هو ان بيتر سكالي كان على طول بيهددهم ان اللي هيبلغ هيقتله. والخطة كانت ماشية معاه تمام، او يخطف الناس ويعذبهم ويصورهم ويرفع الفيديوهات ويعمل فلوس اكتر واكتر. لكن بالصدفة واحد من اللي كان بيعذبهم يهرب ويتكلم عن المشكلة، وبعدها يبلغ عن بيتر سكالي. وفي اللحظة دي الشرطة عرفت تمسكه وتثبت عليه أكتر من جريمة، ولقوا في البيت بتاعه سيديهات متسجل عليها كل فيديوهات التعذيب.
وبعدها اخدوا كل حساباته على الديب ويب، واللي اتضح بعدها ان دي كانت شبكه كبيره جدا، ومش بيتر سكالي اللي كان شغال لوحده، ده طلع معاه فريق. وبعدها تظهر بنت اسمها ليزي كانت بتشتغل معاه، وكانت مهمتها هي خطف الناس او سحبهم للبيت، وبرضه عشان الشرطه تقدر توصل لهم خدت وقت طويل جدا. وعشان توصل لك المعلومه اكتر، الناس دي بدات الموضوع ده في سنه 2010، والشرطه مسكتهم بعد 5 سنين سنه 2015. تخيل بقى كام واحد اتعذب واتقتل في الفتره دي. عشان كده الشرطه لما مسكتهم لقت عليهم جرائم كتير مستحيل يطلعوا منها. وفي اليوم اللي الشرطه مسكتهم فيه فتشت البيت كله بما فيهم اوضه كانت موجوده تحت في المخزن، لقوا جثه كانت ميته، والواضح ان هي كانت ميته من ساعات قليله، يعني ما كانش في اي امل من خروجه. بس والشرطه بتحاكمه قدر يخفي عدد كبير جدا من الجرائم اللي كان عاملها، واتحكم عليه سنه 2018 بالسجن مدى الحياه هو والبنت اللي معاه. بس بعد ما اتسجن وقصته اتشهرت، كل الناس بقت عاوزه تدخل الغرف الحمراء وبقى عندهم فضول يعرفوا ايه اللي بيحصل جوه. والموضوع كان صعب زي ما قلت لك. طب ما فيش اي حد دخل جوه يحكي هو شاف ايه؟ لا، في واحد دخل وبيحكي، وعاوزك تركز كده عشان فعلا اللي جاي هيصدمك. كان في شخص اسمه ماير، وكان بيقول سنه 2015 سمعت عن الغرف الحمراء، وبدا يتحمس ان هو يدخل يدور عليها، وقدر يجهز كل البرامج او الحاجات اللي كان هيستخدمها في ان هو يدخل المواقع دي. واول ما دخل اتصدم من اللي شافه، لانه بيقول الموقع كله كان عباره عن تعذيب بابشع الطرق. وفي مره من المرات حب يجرب وبدا يكتب في الشات ويقول ان هو عاوز اعدام بس مباشر، فجاله واحد وقال له ادفع لي $5000 وانا هوري لك اعدام عرض مباشر. الموضوع حقيقي وخطير، والشخص ده لو كان دفع فلوس كان زمانه برضه بيشوف شخص بيتقتل قدامه حرفيا. ولو فاكر ان ده كله مستحيل يحصل يبقى انت غلطان، لان في يوم من الايام في مجموعه من المجرمين خطفوا واحد وقالوا ان هم هيعذبوه في بث مباشر، وحطوا وقت التعذيب وحطوا كل المعلومات. واما انتشر الكلام ده الناس فكرتهم بيقولوا كده وخلاص، لكن اول ما جه الوقت اللي هم قالوا عليه فجأة البث اشتغل، واللي كان فيه راجل قاعد في النص ومربوط ايده وعينه، وشخص تاني كان واقف جنبه وماسك ورقه زي ما يكون مكتوب فيها تاريخ، والورقه دي كان مكتوب فيها تاريخ التعذيب. واول ما جه الوقت ده فعلا بدأ تعذيبه في بث مباشر، والبث كان شغال عادي، لكن بعد فتره قصيره الشركه قفلت البث ومحدش كان عارف الراجل ده راح فين برضه، واغلب المواقع اللي انتشرت حوالين الموضوع ده اتمسحت. بس انت لو دورت كويس هتقدر توصل. وموقع الغرفه الحمراء مش هو الوحيد اللي بيعمل بث للحاجات الغريبه دي، في مواقع تانية بتوريك حاجات اغرب بكتير، زي موقع التجربه البشريه، وده اسمه واضح جدا. فكره الموقع ده باختصار ان هم بياخدوا الناس ويعملوا عليهم تجارب، ممكن تجارب بالادويه او التعذيب، حاجات زي كده يعني. والطريقه دي بتتم ان هم بيأجروا مخزن وبيجيبوا فيه ناس من غير ما حد يحس، ويصوروا كل الجرايم دي ويرفعوها على النت. وكالعاده طالما في الديب ويب فما فيش حواليه اخبار كتير، وانت كده كده مش هتبقى محتاج معلومات لان الصفحه الرئيسيه بتاعت الموضوع واضحه جدا. لو بصيت على الشمال هتلاقي ان هم في سنه 2016 جات لهم عينه من تجارب جديده، ولو نزلت تحت شويه هتلاقي لوكيشن للموقع بتاعهم والتجارب دي، ويوم بعد يوم كان بيجي لهم تجارب حوالين العالم كله. طب سؤال مهم بقى، ايه السبب اللي يخليهم يعملوا كل الجرايم دي؟ في اسباب كتير، بس اهم سبب هم مقتنعين بيه هو ان التعذيب ده حاجه عاديه واللي بيعتبروه ترفيه ومفيش فيه اي مشكله. والمواقع دي كلها موجوده والشرطه ما عرفتش تقفلها لانها مشفره ومحميه ومعقده جدا. وواحد من الناس كان حاطط طريقه ازاي تدخل على الموقع ده، والصراحه انا كان عندي فضول ان انا ادخل واجرب، بس لا، مجرد دخولك للمواقع دي بيعرضك للهاكرز وممكن بياناتك تتسرق، وفي نفس الوقت برضه ده موقع محظور وممكن تاذي نفسك. ناس كتير حكت قصه عن الغرف الحمراء، وانا بس عرضت لك جزء بسيط، بس اللي خافي عن الموضوع ده اكتر من كده بكتير.